اواخر ديال 2024 خرجت الحكومه المغربيه وقالت للمغاربه صرحوا بالفلوس اللي مخبيين. ماشي كاع المغاربه اللي كيكنزوا الفلوس تحت جليجه. قالت لهم جيبوا الاموال ديالكم وصرحوا بهم، وراه عندكم واحد النسبه من الاعفاء الضريبي تخلصوا فقط 5% من الضريبه. واللي ما جابش الفلوس وما صرحش فراه يتسنى انه فيما يبانوا عنده الفلوس غادي يخلص الضريبه كامله. هاد الخرجه ديال الحكومه خلات بزاف ديال المغاربه في حيره وكيتسائلوا واش معنيين ولا ما معنيين، شكون معني وشكون ما معني، وخلات حتى دوك الناس اللي كيجمعوا ضرب كيتسائلوا واش حتى هما معنيين بهذا التصريح ديال الاموال ولا لا. الى هذه الحلقه غادي نشوفوا اشنو هو التصريح بالاموال وشنو هي التسويه الضريبيه وشنو كانت دارت الحكومه من قبل والحكومه الحاليه وشكون هما الناس المعنيين بهذا التصريح بالاموال، واش جميع الفئات ديال المغاربه او لا فئه معينه فقط، اشنو كيتسنى الاشخاص والشركات اللي ما كيصرحوش بالاموال وكيديروا تهرب ضريبي، واشنو مستفده الدوله من هذه العمليه. خليكم معايا في هذه الرحله التوضيحيه اللي غادي نشوفوا فيها موضوع ديال التصريح بالاموال والتسويه الضريبيه. وكما العاده وقبل ما نبداو نقول لكم ما تبخلوش علينا، هادي تهبطوا ديروا واحد جيم واحد ابوني وشي كومونتير في هذا الموضوع. التسويه الضريبيه كتهم الاشخاص والشركات اللي عندهم اموال وممتلكات غير مصرح بها النظام الضريبي واللي كيستعملوا وسائل غير قانونيه لاخفاء مداخلهم، بحال التهريب، غسل الاموال والاستثمارات اللي ما كتبانش في النظام الضريبي الرسمي. اما بالنسبه لاصحاب دار فيكونوا مطمئنين لان هاد التسويه الضريبيه ما كتشملهمش. اصحاب دار غالبا كيكونوا اناس عاديين موظفين، كيكونوا في جمعيات او كيكونوا تجمعات فرديه شخصيه، فهم غير معنيين لان اصلا ديك الفلوس اللي كيجمعوها بيناتهم اصلا مقطع عليها الضريبه من الاجور مباشره. اول فقره في هذه الحلقه غادي نشوفوا فيها اشنو هي التسويه الضريبيه. التسويه الضريبيه هو نداء كديروا الدوله او دعوه كديرها الدوله للناس اللي كيخزنوا الاموال وكيخبيوها وما مديكلارياش في النظام الضريبي، اي ما ماديش عليها ضرائب، وكتعيط لهم الدوله باش يصرحوا بديك الاموال وكدير لهم واحد الامتيازات انهم كدير لهم نسبه قليله من الضرائب. وهذه ماشي هي المره الاولى كدير فيها الحكومه بحال هذه العمليه، سبق ليها دارتها في 2016 وكانت حددت النسبه ديال الضريبه في 10%، وهذه المره باش تشجع بزاف ديال الناس على انهم يصرحوا بالاموال المخبيين خفضت هذه النسبه ل 5%. خلال هذه العمليه ديال التصريح الضريبي اللي شرفت عليها الحكومه المغربيه واللي امتدت حتى ل 31 ديسمبر 2024، عرفت تصريح بواحد العدد كبير ديال الاموال من طرف المغاربه اللي مخبيين الفلوس. وصل العدد 127 مليار درهم، كتقسم ما بين ودائع نقديه كاينه في البنوك اللي كتقدر تقريبا بواحد 80%، والما باقي على شكل استثمارات او عقارات. هذا الرقم كبير بزاف مقارنه بالرقم اللي كان قبل منه في 2016 اللي كانوا بلغ ديك الساعه تصريح بالاموال 45 مليار درهم. وهنا بان بانه المبادره التحفيزيه اللي دارتها الحكومه في تخفيض نسبه الضريبه الى 5% من كانت من قبل 10% شجعت بزاف المغاربه انهم يصرفوا بالاموال ديالهم. ولكن رغم التخفيض اللي دارت الدوله في النسبه ديال الضريبه زعما يكونوا المغاربه صرفوا بجميع الاموال اللي خازنينها ومخبيينها؟ طبيعه الحال لا، لان الدوله كتقدر حجم الاموال غير مصرح بها واللي ما خضعتش للضريبه الى 200 حتى 300 مليار درهم. رغم الصعوبه ديال تحديد الرقم بشكل مضبوط فهي كتقدر بواحد الحجم كبير على هذا الشيء اللي تصرح به دابا. هذا الشيء علاش الحكومه المغربيه مازال ناويه دير مستقبلا عمليات تسويه ضريبيه اخرى وتزيد تنقص فيها النسبه من 5% حتى 3% باش تشجع الناس اللي مازال ما صرحوش بالاموال ديالهم يصرحوا بالاموال المخبيين. وخلال هذه العمليه ديال التسويه الضريبيه ديال 2024 تقريبا وصل العدد ديال المصرحين 150,000 مصرح بالاموال مقابل 70,000 فقط في العمليه كانت قبل منها في 2016. وهذه العمليه ديال التسويه الضريبيه هي مفيده للدوله لان ماشي كتدخل منها العاقه عبر الضرائب، وانما ايضا كتشجع المستثمرين باش يدخلوا فلوسهم ويستثمروا في البلاد وبذلك كيساهموا في النمو ديال البلاد وتوفير فرص الشغل. فباش نبينوا اشنو غادي تستافد الدوله من هذه التسويه الضريبيه ناخذ على سبيل المثال شركه ديال التصدير والاستيراد اللي عندها اموال في حسابات خارج البلاد. قررت هذه الشركه انها تدخل الاموال ديالها ودخلت واحد 500 مليون ديال الدراهم. الدوله غادي تاخذ منها 5% كضريبه اللي هي 25 مليون ديال الدرهم، وهذه تدخل هذه الشركه 475 مليون درهم للنظام المالي المغربي،
واللي تحول جزء منها الى استثمارات اللي هذه تساهم في النمو وهذه توفر فرص شغل للمغاربه. وكذلك التسويه الضريبيه كتنفع الدوله في واحد المساله انها كتعطي واحد الخريطه للحكومه، واحد الخريطه على القطاعات اللي كتدخل منها اموال وما كيتمش التصريح بالاموال ديالها للدوله، او اصحابها كيستعملوا طرق غير قانونيه باش يخبيو دوك الاموال وما تبانش في النظام الضريبي. ففي خلال العمليه ديال التسويه الضريبيه ديال 2016 بان بان القطاع ديال العقار قطاع اللي كتدخل اموال كثيره، واصحاب هذا القطاع ما كيصرحوش بالاموال ديالهم كامله. لذلك تصدر ديك الساعات العدد ديال الاموال المصرح بها في هذا القطاع ديال العقار وصل 40%، تبعات التجاره والخدمات ب 30%، والصناعه والاستثمارات الفرديه ب 20%. من بعد ما شفنا شنو هي التسويه الضريبيه، غادي نشوفوا دابا هاد الاموال المخبأه واللي ما كيصرحوش بها المغاربه منين كتجي. اغلب ديال الاموال غير مصرح بها كتجي من القطاعات اللي هي المهيكله، واللي على راسها قطاع ديال العقار. اولها البناء العشوائي اللي كتكون فيه اراضي او بنايات كتباع وكتبنى بلا تراخيص، واغلب الفلوس اللي دايره فيها كتكون كاش وما كتبانش في النظام المالي المغربي. ثانيا الصفقات السريه، بزاف ديال العقارات كيباعوا وكيتشراو بلا تصريح بالقيمه الحقيقيه ديالهم. النوار موضوع بوحدو، نرجعوا ليه في شي حلقه مره اخرى ان شاء الله. ايضا غسل ديال الاموال، بزاف ديال الناس كتكون عندهم اموال كيكونوا كيجنيوها بطرق غير مشروعه وكيبغيو يطهروها قانونيا، فكياخذوها كيستثمروها في القطاع ديال العقار. واخيرا التهرب الضريبي، بزاف ديال صحاب العقار باش كيبيعوا ما كيمشيوش كيخلصوا الضرائب اللي عليهم. من بعد ما شفنا اشنو هي التسويه الضريبيه واشنو هما القطاعات اللي كيدخلوا اموال واصحابها ما كيقوموش بالتصريح بالاموال ديالهم باش يأدوا على الضريبه، كنتسائلوا واش جميع هاد الاموال جناوها هاد الناس بطريقه قانونيه؟ واشنو كدير الدوله باش تراقب الناس اللي كيدخلوا الاموال بطريقه غير مشروعه؟ بطبيعه الحال الجواب غادي يكون بسيط، لان هذه طبيعه انسانيه، ما خشى غادي يكون فيها واحد جزء من الاموال داخله بطريقه غير مشروعه، واحد الجزء بسيط منها على الاقل غادي يكون جاي من انشطه غير قانونيه كالاشتغال في التهريب او الممنوعات. وكذلك بطبيعه الحال هذا الشيء ما غافلاش عليه الدوله، لانها كاين عندها برامج اللي كتوضعها الدوله لملاحقه الاموال الغير مشروعه، بحال وضع قوانين صارمه. المغرب عنده قانون 0543 لمكافحه غسل الاموال. كذلك تتبع المعاملات البنكيه، البنك المركزي كيراقب اي تحويلات مشبوهه. التعاون الدولي، الدوله كتعاون مع منظمات عالميه بحال الانتربول لتتبع الاموال المهربه. مراقبه قطاع العقار، خصوصا المعاملات الكبيره والمشبوهه. في النهايه كنقولوا بانها التسويه الضريبيه اللي كتقوم بها الدوله مره راها مزيانه، كتدخل واحد المجموعه ديال الفلوس للدوله عبر الضرائب، كما انه كتضخ واحد عدد كبير ديال الاموال في النظام المالي المغربي اللي كيساهم في التنميه واستثمارات وخلق فرص ديال الشغل. ولكن الخوف هو انه هذه التسويه اللي كتقوم بها الدوله مره هذه تولي فرصه بالنسبه لاصحاب الشركات والافراد اللي غادي يوليو كاع الاموال اللي كيدخلوها وكيجنيوها من القطاعات ديالهم غادي يخبيو جزء كبير منها وما غاديش يصرحوا به، وغادي يبقاو يتسناو امتى الدوله غادي دير تسويه ضريبيه 10%، 5%، 3% على حسب الحكومه وشنو بغات دير. لذا الدوله خصها مازال تزير الطرح، لان هذا الشيء ما خدامش. ماشي كل مره حنا نبداو نخبيو فلوس ونبداو نقول لهم اجيو غادي نسويو معكم، اجيو راه غادي نقصوا لكم الضريبه، راه شنو عندكم. لا ما خداماش، لان بلاصه يخلص واحد النسبه ديال الضريبه اللي هي 20 30 40% على حسب القطاع، كل قطاع وشحال ديال النسبه ديال الضريبه فيها، كيولي مخبيهم كيتسنى امتى غادي توقع هذه التسويه الضريبيه باش يخلص فلوس قليله. هادشي ما خدامش، الدوله خصها تزير وخصها تكثف من المراقبه ودير رقمنه باش كلشي يولي واضح وحتى شي واحد ما يبقاش يدير التهرب الضريبي.